تأمرني بحاجة تانية يا مستر ألفي؟ الفايل اللي معاكي ده حطيه هنا. تحت أمرك. قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، تصدر اسم الفنانة أسماء جلال عمليات البحث في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيلم السلم والثعبان في أدوار ومشاهد وصفها الكثير بالغير أخلاقية، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً عند نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي. من هي أسماء جلال؟ أسماء جلال هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية، اسمها الكامل أسماء جلال عبد المنعم. ولدت في مدينة القاهرة في الجمهورية العربية المصرية في تاريخ 22 من مايو 1995 ميلادي، وتبلغ أسماء جلال من العمر 31 سنة، وتحمل الجنسية المصرية، وديانتها الإسلام، وهي غير متزوجة. درست في كلية الإعلام، ومن أشهر أعمال أسماء جلال فيلم السلم والثعبان. تعتبر أسماء جلال من أشهر الممثلات في الوطن العربي خاصة في الجمهورية العربية المصرية. عملت قبل دخولها عالم التمثيل كعارضة أزياء، ولا سيما في مجال أزياء المحجبات، وبدأت أسماء مسيرتها الفنية فعلياً سنة 2017 عندما اختارها المخرج بالترميم لمشاركتها في مسلسل الأب الروحي، وتعتبر من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية منذ عام 2017. اشتهرت بتقديمها لأدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والتشويق النفسي والدراما العائلية، مما جعلها واحدة من أكثر الممثلات الشابات حضوراً وتأثيراً في السنوات الأخيرة.